يا مساء الخير، كيفكم جميع؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هذا الزعتر اللي قطفناه امبارح، تمام. قطفنا الزعتر على اساس انه زعتر، وصورته على اساس انه زعتر، واساسا اما ابو خالد راح اشتراه قال لي هذا زعتر اللي بنستخدمه للقحة وبنستخدمه للرشح يعني بنستخدمه كعلاج احنا على اساس للآلام الصدر، وزرعته والله اني على اساس هيك. بس لكن امبارح لما نزلت الفيديو الاغلب بالتعليقات، انا عم بقرا بالتعليقات بيقولوا لي هذا اسمه شار ما هو زعتر. طيب شو الفرق بين الشار والزعتر يا ام خالد؟ والله انا بصراحة ما بعرف اصلا، ما عرفت اميز الورقة هاي شو هي. يعني ريحة زعتر، يعني حتى انا كنت اقطع منه واغلي واشرب واشرب اولادي منه. بعرف جماعة اصحابي الخبرة بالنباتات والشغلات اللي زي هيك، فبدي اروح افرجيهم النبتة على الطبيعة، تمام. بدي اخذ النبتة لعندهم وافرجيهم اياه، لانه ممكن يكون شكل الورقة انتو شفتوه بالفيديو يكون غير الحقيقة، يعني عرفتوا. يعطيكم العافية. يعني بعد 3 أيام تقريبا من البحث والسؤال عن نوع النبتة، طلعت فعلا هي نبات الشار زي ما حكيتوا لي بالتعليقات. أنا أول مرة صراحة بسمع فيه هذا النبات. أنا سألت عنه، يعني حكولي هو نفس الفصيلة، فصيلة النعنع والزعتر والحبق. هو نبات عطري، يعني ريحته ريحة زعتر يا جماعة، ما تقدروش تميزوا انتم ما شاء الله عليكم، يعني عرفتوه من الشكل ممكن لأنه موجود عندكم أو بتعرفوه من قبل. انا ما كنت اعرف، يعني ما كنت اعرف اميز بينهم، وهاي خبرة ومعلومة استفدتها منكم ومن التعليقات. الله يعطيكم العافية جميع. نبات الزعتر حكولي انه بتكون الورقة انعم، مو انعم، رفيعة، ما هي سميكة. هاي الورقة سميكة واسفنجية، ما هي زي الزعتر. حبيت اخذ وقتي بالبحث عنه علشان مثل ما قلت لكم الكمية كبيرة، وانا كنت ناوية اساوي فيه الزعتر العادي، وقلت ما بدي اتعب فيه وبالاخير يطلع ما يتاكل يعني. بس في ملاحظة ثانية، انه انا نشرته، غسلته طبعا من الرمل وقطعت اوراقه، فردته وظل 3 أيام وما شاء الله محافظ على الخضار، على لونه. الورقة لسه بتحسوها زي كأنها فريش. بس يعني صار له تقريبا شي 3 أو 4 أيام، يعني من اليوم اللي قطفته لليوم هذا رابع يوم تقريبا أو ثالث يوم. فأنا راح أحطه على قطعة قماش وخليه لحتى ينشف، أشوف كم بده وقت وإذا نجح أو لا، تمام. فقالوا لي بيستخدم أوراقه إذا نشفت، تستخدم أوراقه مثل أي نوع زهورات، يعني مثل البابونج، المليسة، الزهورات الطبية والأعشاب اللي زي هيك. خلونا هسه من الزعتر أو الشار، عفوا يعني الشار خلونا منه، وإن شاء الله إذا زبطت، يعني إذا نشف ومشي حاله بخبركم إن شاء الله بفيديوهات جاية، تمام. فعندي هنا شتلة حبق، بدي أعمل شتلات منها. عندي هون هاي قصيصة قديمة كنت حاطة فيها وردة داخل البيت، بس ماتت الوردة، شلت القصيصة وحطيتها برا. فاجا وقتها الحبق ما بده شمس حادة او مسلطة عليه مباشرة مثل ما بنعرف. فبدي اساوي تجربة اني ازرعه جوا البيت اللي هو بالمطبخ. بدي اخليه هون عندي بالمطبخ، لانه المطبخ مثل ما بتعرفوا في عندي شباك هنا، فبتدخل منه الشمس نسبيا، يعني او اغلب النهار موجودة الشمس داخلة لهون. فاتوقع انه الحبق رح ينجح داخل البيت او داخل المطبخ بشكل عام. فخليه هون، منه شكل، منه ريحة، منه بستخدمه بالطبخ. فخلينا نروح نزرعها. طبعا طلعت برا على الحوش عشان ما اعمل دوشة بالمطبخ جوا، لانه عندي هون القصيصة التراب اللي فيها قديم فمصلب، بدي احاول اقلبه يعني بس مشان تتنفس التربة شوي وتكون الزراعة ان شاء الله صحيحة. عندي هون الحبق اعواد، يعني ما اخذت من الجذور او مع التراب، قطعتهم وحطيتهم بقنينة مي، فبلشت صار له 3 أيام تقريبا داخل المي، فبلش يطلع جذور، شايفينها؟ بلش يطلع جذور معنا هون، فإن شاء الله تنجح. خلينا نجرب. هذا الكريك لابني خالد يضل يلعب فيه بالحوش. وصلنا لعند حوش الدجاج. تذكروا التربة اللي كانت تحت الدجاج؟ هاي اللي فردناها فوق الشعير عندنا هون. بدي اخذ منها قطعة واخلطها مع التربة، لانه هسه التربة اللي كانت بالقصيصة
ممكن تكون فاقدة بعض العناصر الموجودة فيها، ممكن تكون تحتاج إشي، فبدي أخذ من هنا وأخلطها مع التربة اللي عندي. هو يعتبر زي السماد، يعني أنا بدي أحط زي السماد عليها. أتوقع هذا كافي. أحاول أنعمهم شوية عشان يختلطوا مع التربة عندي. جبتهن لهون لأنه هناك كان شمس، نحطهم فوق التربة. ممكن شايفين لون التربة أسود، ترى هاي التربة مو نفس التربة اللي موجودة عندنا بالحوش اللي لونها أصفر. هاي التربة تقريبا بسموها البتموس. هي بشكل عام أساسا بتكون يعني زي السماد، نسبة عالية فيها السماد. حاول أقلبهم كويس. رحت غسلت القصيصة من برا، يعني هيك مشاية حال، بس لأنه بدي أحطها جوا البيت. لها فترة هي مرمية بالحوش كلها غبرة، فقلت أغسلها عشان بدي أدخلها لجوا. على فكرة أنا الطريقة هاي ما بعرف إذا صح أو لا، إذا الحبق راح ينجح معي داخل البيت ولا لا، يعني هي مجرد تجربة أنا راح أجربه. بس لأني لاحظت إنه إذا جبنا حبق وزرعناه برا بالحوش بتحترق أوراقه، فأو لازم نزرعه تحت شجرة أو جانب جدار أو إشي، بس ما يكون بالوسط، يعني الشمس مسلطة عليه كل النهار. عرفتوا؟ هون عبيناها لفوق النص تقريبا، شايفين لسه ما خلصت. نجيب هسه الريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجذور؟ إن شاء الله إنها تنجح يعني. ما راح أعرف أصور وأزرعهن مع بعض لأنه قاعدة أشتغل لحالي، فراح أحطهم وأرجع لكم إن شاء الله. بعد ما حطيتهم بالقصيصة وخلصت، يعني لحظة إدراك مثل ما بيحكوها إنه ليش هيك زرعت كمية كبيرة بمكان واحد. فقلت يلا خلاص خليهم، ممكن تنجح واحدة، ممكن تموت واحدة، ممكن تستمر يعني. وإذا نجحوا وعلقوا ممكن إني أشيلهم من التربة مع جذورهم وأشتلهم بأماكن ثانية. هسه خلينا نحط التراب فوقهم. أزيد شوية مي ونرجع نحط التراب. خليني أخلص أفرجيكم إياه آخر شيء. وهون الحمد لله خلصنا، حطينا كل التربة فوق النبات. هسا بدنا ندخلها لجوا ونسقيها بالمي، خلي التربة ترتوي، لأنه مثل ما شفتوها كانت كثير ناشفة التربة. حاولت أنا حطيت واني أعبي تراب كنت أحط مية بين كل طبقة وطبقة، فلازم أسقيها وأدخلها لجوا. وادعولي إن شاء الله تنجح التجربة وتعيش وأشتل منها وأصير أزرع بكل الحوش. تمام. هسا وين بدنا نحط نبتة الحبق؟ أحطها بالزاوية هاي ولا بالزاوية هاي؟ طبعا بالزاوية هاي، لأنه هاي الزاوية بدخلها شمس من الشباك مباشرة لهونه، ماشي. أما الزاوية هناك تقريبا بتظل فيها ظل كثير، يعني تأخذ وقت كثير لحتى يتصلها الشمس. وحطيت هنا قطع علبة دهان تحت القصيصة، عشان مثل ما بتعرفوا إنه بس نحط عليها مية راح ينزل من تحت، لأنه فيها ثقوب. كل قصيصة إجباري لازم يكون فيها ثقوب عشان التهوية تبعت التربة. فأنا حطيت هذا الغطا تحتيها، إن شاء الله يكون مناسب. وهسه بدنا نسقيها. هاي المية بسرعة نزلت، حطيناها من فوق نزلن من تحت، بالذات عم ينزلن الميات هون، شايفين؟ المهم هسه وين بدنا نروح؟ بدنا نروح نسوي من ألذ أو من الأطباق الجانبية أو من المقبلات الطيبة عندنا، اللي هي إيش؟ فتة الباذنجان. تعالوا معنا خلينا نشوف كيف بنعمل فتة الباذنجان. بصل مفروم ناعم، بندورة مفرومة ناعمة، وملعقتين معجون طماطم، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود. خلصت. شو خلصتي؟ خلصت. خلصتي الواجب؟ أيوة. فرجيني. شاطرة. يلا متحسن خطك عن أول، ها؟ شطورة. أيوة بنرجع لطبختنا. زبادي مع طحينية مع ثوم مع ليمون مع ملح، وما نخلطهم. باذنجان مقطع ومقلي.
وخبز مقطع ومقلي وحمص مسلوق، وهذا الصوص الأحمر اللي عملناه بالبداية، وهاي الصلصات للزينة. هسه بقول لكم شو رايحين نسوي فيها. وهي صلصة الطحينية ياسمين، ناولين اياها من الثلاجة. نجيب صينية البايركس وبننزل الخبز. إذا بدنا إياها تكون حادة بنعمل الصلصة هاي اللي هي ثوم وليمون ورشة ملح ومع فلفلة حارة مفرومة فرم ناعم، وبنحطها فوق الخبز. بنرتب الخبز وبننزل الباذنجان المقلي. بعدين بننزل الصوص. طبعا في ناس بتحب تحط لحمة مع الصوص الأحمر، أنا بحط لحمة بس مش معاه، بحط على الوجه. هسه عم نفرد الحمص، بعدين بنحط له طحينية. طبعا هي صارت جاهزة هسه، بس بنزين، والتزيين هو اختياري. في ناس بتحط رمان، دبس الرمان، مكسرات، لحمة، بدون شي هيك بمشي الحال. طبعا اللحمة والمكسرات بتحمسوها بسمن بلدي أو سمن حيواني. وما بننسى البقدونس. البقدونس طبعا ليه هيبة وشخصية بالفتات، يعني لازم يكون موجود، لازم له حضور بالفتة، سواء فتة حمص، فتة باذنجان، فتة لسانات، فتة أي إشي لازم يكون موجود. وهيك بتكون فتتنا صارت جاهزة، وريتوا صحة وعافية، وبشوفكم بفيديو جديد ويوم جديد بأمان الله.